انا بقالي كتير قوي بشتغل، يا ترى تقييم الاداء بتاعي شكله عامل ازاي؟ 4 كلمات لو مشيت عليهم هتقدر تحدد ده لنفسك بمنتهى السهوله. مساء الفل. كتير من الاوقات بنسرح في الشغل وبننسى نقيم نفسنا. المشاغل اللي بنتعرض ليها بتخلينا مش بنراجع احنا وصلنا لفين من الاهداف بتاعتنا. هل احنا ماشيين على الخطه اللي رسمناها زمان؟ هل احنا شغالين بنفس الحماس اللي كنا شغالين بيه زمان ولا الدنيا اتغيرت؟ اوقات بنخرج عن المسار بتاعنا وده بيكون لاسباب كتير، اهمها التحديات اللي بنعدي بيها طول ما احنا ماشيين في الكارير بتاعنا، ممكن تكون سببت لنا شويه احباط او كسل. عشان كده مهم اننا كل شويه نقيم الوضع اللي احنا واقفين فيه ونراجع نفسنا هو ده واقف فين في الخطه بتاعتنا الكبيره. في طريقه سهله قوي ممكن تساعدك ان انت تقيم نفسك انت واقف فين من الاهداف بتاعتك. اول حاجه جول، اسال نفسك ايه الاهداف اللي انت كنت عايز تحققها وايه اللي انت وصلت له بالفعل دلوقتي من الاهداف دي، وحاول على قد ما تقدر تحدد الانجازات اللي انت فخور ان انت حققتها. تاني حاجه الاوبستكلز، ايه المطبات والتحديات اللي انت عديت بيها وهل المطبات دي عطلتك عن حلمك او لا، وايه انواع الليرنينج اللي انت طلعت بيها من المطبات دي وهل كنت محتاج اي سبورت او لا. تالت حاجه الاتيتيود، مهم جدا نكون باصين على دماغنا واللي احنا حاسين بيه واحنا شغالين على الهدف بتاعنا. عشان كده محتاج تسال نفسك سؤال، انا حاسس ايه تجاه الحاجات دي؟ حاسس بايه تجاه الانجازات اللي انت حققتها وشايفها قريبه قد ايه من الهدف بتاعك؟ حتى كمان الحاجات اللي انت ما حققتهاش محتاج تتاكد ايه احساسك ان انت ما حققتش الاهداف دي. اخر حاجه الليرنينج، محتاج تحدد كويس ايه الحاجات اللي انت اتعلمتها خلال الرحله بتاعتك اللي فاتت وايه هي الدروس المستفاده اللي انت خرجت بيها من المرحله اللي فاتت، واسال نفسك هل في اي تغييرات انت عايز تعملها على الخطه بتاعتك او لا، خصوصا ان انت هتكون خبرتك زادت واتعلمت حاجات جديده وفهمت الاهداف بتاعتك بشكل اقوى. في الحقيقه مراجعه الاهداف بتاعتك كل شويه خطوه مهمه لازم تكون بتعملها عشان تتاكد انك دايما ماشي في الطريق الصح تجاه الحلم بتاعك. ونشوفكم الحلقه الجايه.